بنتي مسكينه لقيتها مقرضه، كيدير ليها الراس واليدين وكل شيء ما فيها ما يتشاف. راه العالم شاف ديك المصيبه اللي دارها دود الحرام، محيد ليها اليدين باش ما يبانوش البصمات والراس. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قضية جديدة وقصة جديدة. القصة ديالنا ديال اليوم غادي تدينا لمدينة أحفير. بزاف ديال الناس اللي سمعوا بالقصة ديال دنيا وسفاح أحفير، ودائما كنعرفوا ان في كل قضية كتكون تطورات جديدة، وكتكون في كل قضية كتكون فيها عبرة، وفي كل قصة كناخدو منها العبر اللي احنا محتاجينها، لأن الحياة مليئة بالعبر والتجارب والدروس اللي كنتعلموها منها. وكل شخص عنده قصته الخاصة به في هذا العالم وفي هذه الحياة. وقبل ما نبداو في التفاصيل القصة ديالنا ديال اليوم، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتخليوا لنا لايك الفيديو وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد للقناة. القضية ديالنا ديال اليوم غادي تبدا يوم الاثنين 23 في شهر 7 سنة 2023 في واحد المنطقة سميتها أحفير اللي كتواجد نواحي بركان في الحدود الجزائرية. واحد الراعي ديال الغنم اللي سميتو الحسن دائما متعود انه كيخرج الغنم ديالو مورا العصر، وفي هاد النهار اللي هو يوم الاثنين 23 حتى كيتفاجئ بطروفة ديال اللحم مرميين في هاد المنطقة ديال واد كيس. مني كيقرب لعندهم تيشم الريحة ديالهم مجهدة بزاف. من بعد مني جا كيشوف كيبانوا ليه واحد البلاستيكات مرميين لتحت في الواد. مشى تيقرب لعندهم وتيركز تما حتى كيبانوا ليه طروفه ديال انسان، جثه مقطعه محطوطه تما. كيتصل بالشيخ ديال المنطقه ديالهم اللي كيحضر تمايا، كيمشي هو وياه باش كيتاكدوا. فعلا تاكدوا على ان هذوك الطروفه هما ديال الانسان. الشيخ بالدور ديالو كيتصل بالقيد اللي حضر من بعد واحد المده قصيره، وجات السلطات المعنيه لعين المكان. كيقلبوا كيلقاو على انها جثه، ولكن ما كاملاش، الاطراف ديال الجثه فقط، الراس واليدين ما كاينينش مع هذوك الاطراف، لان القاتل اللي قام بهذه الجريمه هذه حاول انه يوزع الجثه على عده اماكن. من بعد غادي نعرفوا التفاصيل فين غادي يلقاو الاطراف الاخرين. ومن طبيعة الحال القاتل اعتمد هذه الطريقة هذه باش ما تعرفش الهوية ديال الجثة ديال من. المهم ان هذوك الاطراف عرفوا انهم ديال بنت ماشي ديال ولد، الاطراف تتخص بنت. هنا مشاو تيقلبوا في هذيك المنطقة على شكون هي البنت اللي مختفية من تما. كيقلبوا وكيسولوا بحكم ان ديك المنطقة منطقة صغيرة، الناس ديالها تيعرفوا بعضياتهم. من بعد كيتوصلوا ان واحد البنت سميتها دنيا هي اللي مختفيه تما، وحتى شي حد ما بقى شافها لواحد المده، يعني غبرات عليهم مبقاوش كيشوفوها، ما كيعرفوا عليها حتى شي حاجه. وهنا غتبدا التحركات ديال الشرطه الاوليه، خصهم يقلبوا على القاتل وخصهم يتعرفوا على هويه الضحيه. ومن بعد ما قالوا لهم الناس ان دنيا مختفيه وحتى شي حد ما تيعرف عليها شي حاجه، هنا كيقلبوا على الرقم ديال دارهم ديال الوالدين ديالها. كيتصلوا بالام ديالها، كيتصل بها واحد الشخص وكيسولها واش دنيا كاينه عندك. فالام ديالها كتجاوبوا ان دنيا دوزات العيد ومشات الاحفير. هنا كتسولهم كتقول لهم اشنو واقع، لان دنيا مريضه وكدير الانسولين، عندها مرض السكري. هنا البال ديالها والعقل ديالها مشى ان بنتها ربما مريضه، ربما في غيبوبه. هنا كتبدا كتسائل. هاد الشخص تيجاوبها تيقول لها ان واحد شويه وغادي تعرفي الاخبار. من بعد واحد شويه كيحضروا عندها رجال الدرك الملكي في مدينه سلا، لان دنيا بنت سلاويه. كيجيو عندها كيديوها معاهم وكياخذوا ليها التحاليل ديال الدم باش يعرفوا واش الجثه والاشلاء ديال الجثه اللي تلقاو واش هما ديال دنيا بصح اولا ديال شي بنت اخرى. من بعد الشرطه كتعرف ان دنيا هي اللي لها علاقه بهاد القصه وبهاد القضيه، وان دوك الاشلاء اللي تلقاو ودوك الاطراف ديال الجثه كتخص دنيا.
غادي نتعرفوا على شكون هي دنيا وبعض التفاصيل من الحياة ديالها. دنيا بنت سلاوية، واحد البنت اللي كانت كتعيش مع العائلة ديالها في واحد المنطقة اللي كتسمى حي شماعو في مدينة سلا، من عائلة بسيطة ومحافظة الله يعمرها دار. وحتى دنيا الناس كلهم والشهادة ديال الجيران ديالها كلشي تيشكرها انها بنت الله يعمرها دار. دنيا من بعد ما وصلت لسن ديال 16 سنة بدات كتمرد على العائلة ديالها، وهنا تعرفت على واحد الشاب اللي كبر منها في السن، كان كيجي ضيف عند الاخت ديالو من مدينة وجدة. تعرفوا على بعضياتهم، عجبها وعجباتو ولعب ليها بعقلها وبغى يتزوج بها، وهي من طبيعة الحال باقا فتاة قصيرة. هنا الوالدين ديالها كيعترضوا على داك الزواج. من بعد بدات كتمرد عليهم وتتغوت عليهم وفرضات عليهم هاد الشخص هذا وقالت لهم منو خلاق. هنا والديها شافوا حتى عياو لانها فرضاتو عليهم وبدات كتمرد عليهم، شافوا حتى عياو وسلموا الامر الواقع. قالوا اللهم نخليو هاد الزوج بيه او لا تولي في شي مصيبه هي وياه او لا العلم لله شنو غادي يوقع ليها. من بعد ما تزوجوا داها معاه الوجده. هنا العائله داكشي اللي كانوا خايفين منه هو اللي طاحوا فيه، بدا كيضربها وكيتكرفس عليها بزاف، لدرجه ان واحد المره العائله ديالها مشاو عندها كيلقاوه انه سلخها وضربها بالسلسله ديال البيكالا. وعاشت هي وياه دائما في المشاكل، وفين ما كتجي غضبانه لدارهم كيتبعها وكيرجعها بالتهديد. هنا دنيا كتولد مع هذا الشخص بنيه ووليد اللي العمر ديال الوليد دابا عنده 10 سنوات. هنا من بعد ما كتطلق منه كتجي لدارهم كيكتشفوا انها تبلات. مني تزوجات بهذا الشخص هذا هو كان مبلي ومنحرف، وحتى هي مشات معاه في ديك الطريق ديالو. دنيا كانت شابه زوينه، ولكن مني تعاشرات مع هذا السيد ولات انسانه اخرى لانها مشات معاه في طريق الانحراف. هنا دنيا من بعد دوك السنوات كاملين ما بقاتش قادره تكمل مع هذا الشخص، طلقات منه وجات لدارهم. ولكن لان دنيا كانت تبلات فهنايا الاب ديالها ما تيتقبلش الامر. هنا دنيا كتضطر انها تخلي وليداتها عند الام ديالها وكتمشي لمنطقه احفير باش كتعيش تما. من بعد ما عرفنا شكون هي دنيا غادي نرجعوا لمتابعه اطوار القضيه وكيفاش تم القبض على المجرم السفاح، واللي ما عرفتش كيفاش تجرأ وارتكب هذه الجريمه البشعه والبشعه جدا اللي هزت الرأي العام الوطني والدولي. من بعد العثور على أشلاء الجثة المقطعة، المصالح الأمنية والدرك الملكي والمواطنين من بعد جهود مكثفة استطاعوا باش يوصلوا المرتكب للجريمة. المجرم كان كيرتاد المقاهي بشكل عادي وكياخذ المشروب المفضل عنده هو اتاي بالنعناع، وكيتقدى داكشي اللي كيستعمل لانه كان مدمن على نوع من انواع مذهبات العقل القويه. ولان دنيا حتى هي كانت مدمنه فهذه العلاقه اللي جمعتهم مع بعضياتهم على حسب الناس اللي كانوا كيشاهدوهم تما، لان دنيا حتى هي كانت كتردد على المقاهي بصفه مستمره. الناس تيقول لك كانت خدامه نادله في المقهى، ولكن واحد الفاعل جمعوي اللي من المنطقه تمايا كيقول على ان دنيا ما عمرها خدمات في المقهى، كانت كترتاد المقاهي وكتعرف على الناس تمايا. وهنا فين جمعتها العلاقه بالسفاح المجرم. المجرم كان دائما كينتقل ما بين مدينه بركان ومدينه احفير اللي كان تيسكن فيها بصفه مؤقته. من بعد ما طلقات الاشلاء ديال الجثه، هنا الناس كيلاحظوا انه كاين واحد الشخص اللي كيتردد على المكان اللي طلقات فيه الجثه ديال دنيا، وهنا كيخبروا رجال الدرك الملكي بحكم ان داك الشخص غريب وكيبان لهم في ديك البلاصه، فهنا اكيد غادي تدور الشكوك وغادي يشكوا في داك الشخص. مني كيخبروا رجال الدرك الملكي كيقوموا بالتحريات ديالهم وكيستطيعوا انهم يوصلوا للمجرم. من بعد ما تم الالقاء القبض عليه كيمشيو باش كيفتشوا المنزل ديالو، وهنا اللي كتكون الصدمه انهم تلقاو كل الادوات اللي ترتكبت بها الجريمه حاضره وموجوده، من المنشار من السكين من الادوات كاملين اللي استعمل في ارتكاب الجريمه ديالو. كيلقاو الملابس ديال دنيا وتيشوفوا ان الدار تسيقات باش يطمس المعالم ديال الجريمه.
السفاح في العمر ديالو 59 سنة، من مواليد سنة 1964، والمنزل اللي تيسكن به في مدينة أحفير هو تيخص شي شخص من العائلة ديالو. وعلى حساب الاعتراف ديالو وباش ما يطيحش في آيات ديال الأمن، حاول باش يتخلص من الجثة ورمى كل أجزاء منها في واد. وعلى حسب ما صرح به من بعد الاعتقال انه الراس واليدين والصدر ديالها رماهم في مدينه بركان في واحد المنطقه اللي سميتها تزاغين، وتم تيمتلك المنزل ديالو. ومن بعد التصريح ديالو مباشره انتقلوا رجال الدرك الملكي ودوه لعين المكان اللي حدد ليهم. تما كيلقاو الراس واليدين واجزاء من الصدر ديالها في واحد الحاله جد متقدمه من التحلل. وحتى لهنا كتسالي القصه ديالنا والقضيه ديالنا ديال اليوم، اللي مازال كنتسناو المعطيات وكنتسناو تفاصيل جديده، لانه كيف ما كتعرفوا مني كتكون جريمه قتل وكيتم القاء القبض على المجرم، الشرطه ما كتعطيش تفاصيل زياده على القضيه، وحتى كيتم الحكم على المجرم عاد كتخرج تفاصيل جديده وكتخرج التفاصيل الكامله للقضيه واعاده تمثيل الجريمه. وتنقول لكم حتى لهنايا بسلام عليكم، ونتلاقاو في تفاصيل قصه وقضيه جديده.